معظم الناس دلوقتي ان لم يكن كلنا بتشتت بسهولة. يعني ايه بقى؟ تكون قاعد مثلا بتذاكر، تشتغل، تعمل اي حاجة في ايدك، تلاقي جالك مثلا تليفون جنبك، جالك مسج، جالك نوتيفيكيشن، جالك اي حاجة، وممكن كمان من غير ما يجيلك حاجة تلاقي نفسك مسكت التليفون، تبص على اي حاجة، سكرول شوية بتاع، تقوم جاي سرحان بقى خالص يعني، وتنسى كنت بتعمل ايه، تركيزك يروح، مش عارف تنتبه تاني وكده. طبعا يعني هو انت حقك يعني الصراحة. اصلا المشتتات والدنيا اللي احنا فيها دلوقتي، تليفون عالم تاني لوحده. هم اصلا بيشتغلوا، السوشيال ميديا كلها بتشتغل على كده، ان هي عايزة تاخد انتباهك كله، او تاخد ان انت تركز، تشيل تركيزك من اللي انت بتعمله خالص، تلفت تركيزك كله على على انك تستخدم الاب بتاعهم او البلاتفورم بتاعهم. فطبعا انا اكتر واحد كنت بعاني من المشكله دي، وبعاني حتى الان برضه. بس برضه يعني بحاول. يعني انت لازم برضه تلتزم شويه، يعني تظبط نفسك شويه كده، يعني تسيطر على نفسك. يعني كنت بحاول اشوف كده اي مشكله، اي حل، اي حاجه. لقيت ان يعني حاولت اجمع كده اشهر او اهم 5 مشاكل او اخطاء يعني بنقع فيهم كده، هما اللي بيخلونا نتشتت وما نعرفش نلتزم بتركيزنا، ونعرف نركز في حاجة او نعمل حاجة كاملة او كده يعني. فان شاء الله هنقول 5 اخطاء دول في الفيديو ده، ان شاء الله نحاول نظبطهم باذن الله. مبدئيا كده، هو التشتت عكس التركيز، يعني بديهيا كده هما الاتنين عكس بعض، معروف. طب يعني ايه بقى تشتت اصلا، ويعني ايه تركيز؟ قال لك بقى يعني التركيز ده ان انت تتوجه او تسعى او تروح ناحية الهدف او الخطة بتاعتك. تمام. التشتت بقى انك تمشي او تتوجه بعيد عن الهدف بتاعك، تسرح عنه خالص. فانت لو جيت بصيت في معنى الاتنين، هتلاقي ان الحاجة المشتركة ما بينهم ان في هدف او خطة. انك تركز تروح ناحيتها، انك تشتت انك تبعد عنها بس. فالخطأ الاول بقى اللي بنقع فيه ان انت ما عندكش اصلا هدف او خطة، يعني ما فيش هدف، مفيش هدف تروح له. فبالتالي انت بتقوم جاي بقى سارح في اي حاجه تانية، حاجات بقى غلط كتير. اهم حاجه انك تتشتت، ما هو لان مفيش هدف تروح له يعني. فاكيد هتعمل بقى اي حاجات تانية كتير، تليفون بقى، تلفزيون، اي حاجه هتشتتك عشان مفيش هدف تروح له، فهتبعد عنه. المعنى الاصح انك بتتلهي، يعني بتتلهي خالص. الخطأ التاني بقى اللي بنقع فيه هو تجاهل مشاعرك، ان انت بتتجاهل اللي انت بتحس بيه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ دلوقتي انت اصلا اغلب المشكله ان انت مثلا ما بتركزش او بتتشتت ليه. انت بيبقى عندك احساس معين ناحيه المهمه دي، ان انت خوف، قلق، ملل، مش عايز تعملها، مش واثق ان انت تقدر تعمل المشكله دي. فبالتالي ان انت مش عمرك ما هتعملها اصلا. فانت كده اكيد عمرك ما هتركز فيها يعني، ولا هتعرف تركز فيها. فبتقوم جاي بقى تعمل ايه؟ تقوم جاي رايح بقى ماسك التليفون، تلعب، تخرج، تعمل اي حاجه بحيث انك تهرب من الحاجه اللي عليك دي، وتهرب من الشعور او الاحساس اللي انت حاسس بيه ناحيتها. بس انما المفروض بقى الحل ايه؟ ان انت تشوف حلول للخوف او القلق او الملل اللي عندك دي. يعني مثلا الملل، تحاول تخلي الحاجه دي بطريقه ممتعه شويه بالنسبه لك. الخوف تقوم جاي داخل فيها وخلاص، يعني تحاول تعمل حتى لو هتطلع وحشه، حتى لو تعملها بسرعه، حتى لو تعمل اي حاجه في الاول، بس المهم انك تركز فيها باي طريقه، مش تهرب عشان تهرب من الاحساس بتاعك ده تقوم جاي سايب المهمه كلها وتروح تشتت نفسك باي حاجه تانية. الخطأ التالت بقى هو انك بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت، تحط لنفسك كذا مهمه بتعملهم كلهم مع بعض، ودي بتبدا بقى دماغك تتشتت اصلا، دي غصب عنك يعني. دي يمكن ده الخطأ الوحيد اللي انت مش بمزاجك، انت مش بتشتت نفسك ولا حاجه. هو بس هي دماغك طبيعه العقل ان انت لما بتركز في حاجه بتطلع تمام. انما لما بترخم نفسك بكذا حاجه او تحاول تعمل كذا حاجه مع بعض، انت فاكر كده ان انت مركز قوي وبتنجز وبتاع، بس ده غصب عنك. انت لما مجرد ما بتعمل مثلا في المهمه الاولى، تيجي تتنقل للتانيه، دماغك بتبقى لسه في الاولى، فلا التانيه بتبقى بتكمل حلو. لما تيجي ترجع الاولى تبقى خلاص اتشتتت ونسيت كل حاجه. فانت دماغ غصب عنك ما بتحاول، استحاله تسيستم كل ده مع بعض. فانت لازم تركز على مهمه واحده في وقت واحد، تخلصها وبعدين تخش على بعدها لما تفصل عن الاولانيه خالص. انما ما تعملش كذا واحده مع بعض، لان دماغك هتفضل متعلق دايما بالاولانيه، مش هتعرف تنقل بين 2 او 3 او هكذا على طول ورا بعض يعني. الخطأ الرابع بقى هو انك تنظم تفصل بين وقت الشغل والراحه. والخطأ ده بقى يعني انا مش جاي اقول لك ان انت تشتغل مثلا 50 دقيقه وتاخد ريست 10 دقايق، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا حوار الراحه ده. وكمان في ناس بتعمل كده وبتاخد راحه وبتعمل كل حاجه وبتقع في المشكله دي، لان دي مش مشكلتها انك تاخد راحه، لان كله بياخد راحه عادي.
بس هي الفكره انك يعني تخلي الشغل، تركز في الشغل قوي. مثلا انت عملته مثلا 50 دقيقه و10 دقائق، كل واحد وعلى حسب هو بيعرف يركز لمده قد ايه. بس هي الفكره انك اول ما تلاقي تركيزك خلاص شتت خالص، تركيزك فصل، تقوم جاي واقف. في ناس بتفصل عند 40 دقيقه، 48 دقيقه، 52 دقيقه، 50، وبعدها بياخدوا ربع ساعه، 17 دقيقه، هكذا. فاللي هي كل الفكره انك تشتغل جامد قوي قوي قوي، وتركز وقت الشغل الاولانيين اللي هم ال 50 دقيقه، وبعدين وقت الراحه اللي هم ال 10 دقايق تفصل فيهم خالص، تبعد عن كل حاجه. فهي فكره انك تخلي الراحه بس حقيقيه، مش مثلا طول ما انت قاعد بتشتغل ماسك التليفون دقيقتين هنا ودقيقتين هنا، دقيقتين هنا ودقيقتين هنا، تيجي مثلا وانت في وقت الراحه تقوم جاي باصص برضه على المذاكره وقاعد على التليفون شويه وهكذا. لا، هي الفكره انك تركز على اللي بتعمله بقى في الوقت ده بس. وحاجه اخيره برضه، وانت بتاخد الراحه وانت في وقت الراحه، حاول تخلي الريست اللي انت بتاخده ده ما فيهوش حاجه فيها من الشغل او المذاكره اللي انت بتعملها. يعني مثلا ما تقومش ذاكرت مثلا الحبه بتوعك، قايم تاخد ريست 10 دقايق، تقوم جاي ماسك التليفون فاتح جروب الدفعه او فاتح جروب درس، تقوم جاي بقى شايف حاجه جديده، درس جديد، حاجه عليك، فده هيشتت دماغك عن اللي انت بتعمله، هيحط لود او مهمه جديده على دماغك، وانت بتعمل حاجه اصلا تانية، فغصب عنك هتتشتت. فحاول تخلي الريست لما او الراحه لما تيجي تاخدها بعيدا خالص عن المذاكره او الشغل او المهمه اللي انت بتعملها في الوقت ده. الخطأ الخامس بقى، هو بصراحة الخطأ الخامس ده يعني حاجة مشهورة أوي، حاجة كلنا عارفينها وكده، بس عجبني أوي طريقة يعني كلام الناس عليه وأهميته وكده. إيه هو بقى الخطأ؟ يعني تجاهل المثلث الذهبي أو الثلاثي الذهبي. إيه هو بقى الثلاثي الذهبي ده؟ الأكل والنوم والتمرين أو الرياضة، يعني إنك تهتم بصحتك. بجد يعني التلاتة دول أهم الحاجات، يعني بيساعدك على التركيز وكده. إنك تنام مثلا 6 أو 8 ساعات في ميعاد بالليل منتظمين وكده. الأكل الصحي، التمرين، لازم تمرين كل يوم. دول بأمانة يعني بيفرقوا جامد أوي. أنا عارف إن هما يعني يمكن حاجات طبيعية أو كلنا بنقولهم وكده، بس بجد يعني الناس وتجربة وكل حاجة بيفرقوا أوي أوي أوي. يعني التركيز كفاية إنك تنام بالليل 6 أو 8 ساعات بتوعك وتصحى انا عارف ان نومنا كلنا معظمنا بيبقى متبهدل والامتحانات وكده، بس بجد انت ممكن تفضيهم وتحاول تنام المده الكافيه بتاعتك دي، وتصحى الصبح فايق قوي، قادر تركز في اي حاجه. يعني وناس كتير قوي بتقول لك ان مثلا واحد بيصحى بينام 6 او 8 ساعات بتوعه ويصحى الساعه 5 الصبح او 6 الصبح ويعمل التمرين بتاعه الصبح، استحاله يكون فاشل. الشخص ده لازم هينجح، اصل هو عمل كده، بقيت دماغه هتبقى سليمة وناجحة ومركزة وكل حاجة، فاستحالة ده يفشل. وبس كده، دول يعني كانوا أهم كام خطأ كده بيخلونا مثلا تشتت ومتعرفش تركز وانت أكيد بتقع في واحد أو اتنين منهم مثلا، وعندك مشكلة في التركيز وتشتت وانت مش واخد بالك. فإن شاء الله حاول تتجنب بقى أو تشوف حل أو تعدل المشكلة دي. أكيد يعني هتظهر لك بعد ما تسمع ال5 أخطاء دول. وبس كده، سلام.